حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. كتير بيجيلي مشاكل انسداد الحوض والبلاعات. النهاردة هنعمل خلطة حلوة وبسيطة ومكونات كلها من قلب البيت. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. أول حاجة الحوض بتاعنا فترات طبعا من بقايا صابون، بقايا سلك الألمونيا، وبقايا الطعام بيجيله انسداد، وكمان في المواسير الداخلية. الفكرة دي بقى فكرة من السباك ذات نفسه. هنجيب حلة على النار فيها لترين مية ب5 جنيه كربونات الصودا، هنسيبهم على النار لغاية لما يغلوا بالطريقة دي. المية مغلية قوي، بعد كده هننزل بكربونات الصودا، وياريت الحلة تبقى حجمها واسع علشان ما يفرش منك ويبهدل البوتاجاز. بعد كده هنجيب معلقتين كبار ملح ليمون، المعلقتين دول بتمن 10 جنيه، حاجات بسيطة وهتريحنا مسافة كبيرة. هنقلب كل ده على النار. بعد كده لما يغلي معانا هنسيب المية تغلي على النار. أنا عايزة درجة غليان المية توصل محدش يقدر يستحمل غليان المية. المية دي هي اللي هتاخد كل الشوائب المترسبة في الحوض وفي كوع الحوض ذات نفسه، في مواسير الصرف الصحي ومواسير الحوض. هتاخد كل الرواسب الموجودة حتى لو صابون. المية هتغلي معانا، هنحط نص كوباية كبيرة خل طعام، خل أبيض، هيفور معاكي فما تخافيش. فعشان كده قلنا هنستعمل حلة واسعة، والحوض قدامكم مسدود اهو. هنقوم نسمي الله ونقوم حاطين المية في الحوض بالطريقة دي. شايفين الحوض المية نقصت فيه ازاي؟ لا استعملت خضادة ولا حطيت ايدي، لان المية محدش يستحمل ايده. بالطريقة دي أو كل المية نقصت من الحوض من دفعة واحدة من المية السخنة بالكربوناتو بملح الليمون وكمان الخل. أخدت كل الرواسب والشوائب اللي كانت في الحوض، وكمان هتاخد الموجودة في كوع الحوض ذات نفسه. شايفين البقبقة؟ كل ده من المكونات اللي احنا حاطينها. أخدت كل حاجة ونزلت معاها. لو عملت الطريقة دي كل أسبوع مش هيتسد الحوض أبدا. حتى البلاعات أعزكم الله، شايفين المية جرت ازاي والمية لونها اتغير خالص؟ إن كده نزلت كل الرواسب الموجودة في الحوض وكمان في ماسورة الحوض ذات نفسها، والحوض رجع تاني زي ما هو والمية نزلت فيها. الطريقة التانية اللي معانا الحوض هننزل بيه بباكو بيكنج باودر. الباكو البيكنج باودر ب3 جنيه. هننزل في عين الحوض زي ما حضراتكم شايفين كل باكو البيكنج باودر، معلقة كبيرة ملح ليمون، هنحط معاه لو انتوا عايزين الريحة تبقى حلوة هنحط حبة سائل صابون وشوية دوني. شوية الدوني دول هيخلي الحوض ريحته حلوة قوي. بعد كده هنحط معاه كوباية كبيرة خل طعام، هتحسي بقى فوران. الفوران ده شيء أساسي، هتعرفي إن البيكنج باودر شغال، وكمان ملح الليمون ومعانا الخل. هياخد كل البيكنج باودر مع ملح الليمون مع كمان المية السخنة. هنسخن حلة مية 2 لتر على النار. لازم المية توصل لدرجة غليان علشان تاخد أي حاجة تسد الحوض، وخصوصا حوض المطبخ اللي على طول نسمي الله ونقوم دلقين المية بالطريقة دي. المية السخنة البيكنج باودر مع ملح الليمون مع الخل بيتفاعلوا فبينزلوا في البلاعات، وكمان ماسورة الحوض بيسحبوا أي شوائب أو حتى صابون متكتل على بعضه، ولو حتى في سلك ألمونيا بيسحبوا معاه، وكل ده بينزل في قلب البلاعة. الحوض بتاعنا رجع تاني والمية نزلت فيه على طول. كمان البلاعات تقدري تعملي فيها الطريقة دي، ملح ليمون
بيكنج باودر أو بيكنج صودا، وننزل في البلعات نسمي الله ونصب المية السخنة، وبعد كده مش هيتكتل معانا أي رواسب وهيتسلك ومش هنحتاج ليه سباك بعد كده. اوعدوني لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتعليق يا حلوين. دمتم في رعاية الله.